السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناة أهل الرياضة. في هذا الفيديو سنتحدث عن استبعاد 5 لاعبين من المنتخب اليمني للناشئين، كما سنتحدث عن استبعاد 13 لاعب من القائمة الجديدة. لكن قبل البدء أرجو منك عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لكي يصلك آخر أخبار المنتخب اليمني للناشئين. الفحص الطبي يحرم المنتخب اليمني للناشئين من لاعبين مهاريين كان لهم الفضل بعد الله في تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا، هذا وقد استبعدوا 5 لاعبين من تشكيلة المدرب محمد حسن البعداني. واللاعبين المستبعدين هم اللاعب محمد أمير البرواني يلعب في نادي وحدة عدن، واللاعب سعيد عبد الله العولقي يلعب في نادي شباب المنصورة، واللاعب مختار موفق يلعب في نادي الشعلة، واللاعب أسامة عبد الله عقلان يلعب في نادي أهلي تعز، واللاعب عبد الرحمن عبد الله يلعب في نادي شمسان. أما عن اللاعبين الذي تم استبعادهم من القائمة الجديدة هم اللاعب حسين مهدي اليافعي يلعب في نادي الهلال الحديدة، واللاعب أحمد ياسين عبد الرحمن يلعب في نادي شمسانة، واللاعب علي ناصر أحمد يلعب في نادي عرفانة، واللاعب مصطفى سالم يلعب في نادي بناء أبينة، واللاعب محمد ناجم جمعان يلعب في نادي ضبوة المهرة، واللاعب موسى عبد الله يلعب في نادي شعب صنعاء، واللاعب نادر محمد قائد يلعب في نادي تضامن القاعدة إب، واللاعب عبد الله حسين سويدان يلعب في نادي تضامن شبوة، واللاعب قيس محمد يلعب في نادي الجزء المهرة، واللاعب عبد الوهاب الحكمي يلعب في نادي اليرموك، واللاعب خالد فتحي يلعب في نادي خيبل المهرة، واللاعب عبد الإله فضل العواضي يلعب في نادي اتحاد العدين، واللاعب عدنان أحمد يلعب في نادي رحبان بحجة. إلى هنا ونكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك آخر أخبار المنتخب اليمني للناشئين.